الخناقة زي ما انتوا عارفين طرفين، طرف جاني وطرف مجني عليه. مواصفات المجني عليه أكيد حد في حاله ما كانش ناوي يدخل في الخناقة، بس الظروف أجبرته يغضب ويصور، أصل ده حقه. والجاني سامحوني برضه الظروف أجبرته وشكلته وعملت منه تركيبة مدمرة. استنى بس، أنا مش متعاطفة مع الجاني. هتقولي ما انتي أصلك برا الخناقة، ده شخص غريب فعلا، ده حتى هو اللي بدأ بدون سبب وأنا كنت في حالي ما كلمتوش. انتم مع هبة السيد في بودكاست نضارة جديدة. مفيش حاجة من غير سبب، والتنمر صفة مكتسبة. الشخص المتنمر كان في يوم من الأيام شخص عادي اتعرض لقسوة وإهانة وظلم، يمكن أصبحت في حياته عقدة وغيرت في تركيبته وسلوكه. زمان ما كانش فيه تنمر، أو يمكن كان فيه، بس مع الوقت اتحول التنمر لآفة مجتمعية مهم جدا ندرسها، ومش بس ندرسها، نحللها ونحاول نتعامل بحذر مع الشخصيات المتنمرة. وانت بقى كطرف مجني عليه عندك حل من الاتنين، يا ترد بالعنف وتكبر المشكلة، يا تتجاهل. اللي عايزة أقولهولك إن القضية مش خناقة وعدت، القضية هي الأثر اللي سابته الخناقة جوه الطرف المجني عليه. وبالتالي قبل ما يكبر ابنك ويتعرض لموقف يجبره إنه يتخانق، لازم تقعد معاه وتهتم جدا بكل رد فعل حصل منه أو من الطرف التاني جوه الخناقة. استشير متخصص. إدراكنا وفهمنا لطبيعة الشخصية المتنمرة يا إما هيخلينا نتعلم ناخد حقنا بذكاء، أو هيخلينا نساعد الشخص ده، خاصة لو كان واحد من أفراد أسرتنا. ولو ده ما حصلش، فأنت ممكن تربي طفل تكتشف نتيجة خطأ في تربيتك ليه إنك أصبحت أنت الطرف الجاني وهو المجني عليه. وبس كده. كنتم مع هبة السيد في بودكاست نضارة جديدة. أشوفكم على خير.